ثاني هدف يحرزه مودريتش هذا الموسم في الدوري الإسباني، وثاني هدف على التوالي. برشلونة في الصدارة دائما. الريال ضرب عصفورين بحجر واحد، فك الشراكة بينه وبين اشبيلية وارتقى إلى المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن اشبيلية 36 مقابل 43. الفارق 7 نقاط، وبرشلونة لم يلعب بعد. طبعا كابتن طارق، فوز مهم جدا لريال مدريد، صحيح. يعيد نوع من التوازن، الاطمئنان. الشوط الثاني مختلف تماما عن الشوط الاول. الشوط الثاني جيد. وين جيد؟ لان وسط الميدان تطور وتحسن. شاهدنا سيبايوس كرة على العارضه او القائم، العارضه. لعب كازيميرو سجل هدف ومودريتش سجل هدف. هذا توضح لنا ان خرجوا وسط الميدان، خرج على وسط الميدان في المناطق نتاعو. وشاهدنا كازيميرو اقترب اكثر للمرمى، وشاهدنا سيبايوس يلعب تقريبا 30 متر الاخيره، وخصوصا مودريتش في الشوط الثاني تقريبا اصبح صانع العاب، لان يحسن مستوى الفريق. بنزيما ما عادش يرجع لاستلام الكره، اللاعب جونيور في المناطق نتاعو، واللاعب فاسكيز يلعب على الجهه اليمنى، هو اللاعب كارفاخال. ولهذا تحسن كازيميرو في الشوط الاول ما شاهدناش في المناطق هذه. نعم، هدف ممتاز. لا ننسى دور مودريتش هنا حينما سيترك الكره. صحيح. نشوفوا لنا، نشوفوا كازيميرو تقريبا في 30 متر، وهو واللاعب سيبايوس، وبطبيعه الحال مودريتش. هذا اللي ما شاهدناش في الشوط الاول، كانوا يلعبوا متاخرين، كانوا يلعبوا على خط واحد قريب بالمدافعين. ولهذا في الشوط الثاني لما خرجوا تحسن الاداء، وشاهدنا الريال، واللي نجح فيه الريال هو ما عطاش فرصه لفريق اشبيليه باش يخرج من المناطق نتاعو بالكره. اشبيليه ما خلق ولا فرصه في الشوط الثاني. المباراه اللي سولاري مع الريال، كاس العالم، مباراه العين، الدور النهائي. ايش بها كبيره سجلوا اربعه اهداف. لا نتكلم على مستوى الدوري. في الدوري وكانت 4 اهداف خارج ملعبه، ولكن الشوط الثاني تحسن فريق الريال. دائما تحتاج لاعبين خبره ولاعبين تجربه، هم اللي نتكلم على مودريتش. لاعب مودريتش القائد اللاعب هو مودريتش يسجل مرة ثانية بالنسبة لمودريتش، لأنه يحتاج إلى مثل هذه المباريات، ويحتاج كذلك إلى تسجيل كما قالت العديد في الريال. اليوم كان الشوط الثاني رائع اليوم، كان دخول إيكو حسن أكثر. نعم. من وسط الملعب، عزز وسط الميدان، حسن وأصبحت قوة أكثر في وسط الملعب. شفنا تسديد كذلك من بعيد على المرمى، شفنا سيبايوس، شفنا مودريتش، شفنا كازيميرو يسدد على المرمى. بالتالي دائما في ظل تكتل دفاع فريق اشبيليه كان يحتاج الى خيارات اخرى كالتسديد، واتى منهم الهدف الاول اللي حرر اكثر الريال مدريد. لكن اظن الريال مدريد لا زال لم يتعافى بعد. ليس هو هذا ريال مدريد، ما زال هش. مدريد يحتاج الى مارسيلو في افضل الاحوال، ويحتاج ربما هذا الفوز معنوي يعيد المعنويات للتكتل، للتلاحم ما بين اللاعبين، للشعور بان هذا ريال مدريد لا يمكن ان يقبل هذا الوضع. صح، نظن دائما الفوز. صحيح ان الريال مدريد الان الجمهور يطالب بالفوز بالنتائج، بالاداء. الان النتيجه مهمه اكثر من الاداء، لان النتيجه هي اللي تعطيك ثقه وتعطيك انك تؤدي بشكل جيد في المباريات المقبله، خصوصا مع عوده اللاعبين المصابين. لانه لا ننسى ان الان فارق اصبح 7 نقاط، 10 نقاط كان قبل هذه المباراه، الان اصبح 7 نقاط، وفك الشراكه اصبح هو المركز الثالث مع فريق اشبيليه. هذا شيء مهم. وهناك مباراه مقبله، تحضير لمباراه الكاس كذلك مع جيرونا وسط الاسبوع، ثم مباراه الديربي، ثم مباراه الابطال، ثم الكلاسيكو. يعني مباريات قويه للريال مدريد. طبعا الكثير من المباريات المهمه للريال. كان هناك طبعا حاله في هذه سانتياغو برنابيو. ماذا حدث؟ لماذا هذا اللغط؟ لماذا كانت كل هذا الجدل حول هذه اللقطة؟ الحكم أشار بيده طبعا لأن الكرة لم تعد إلى الميدان بطريقة صحيحة، بمعنى أن الكرة في نظره كانت قد خرجت، وكان على ريال مدريد أن يعود من نقطة 5 أمتار ونصف، وهو ما لم يفعله، وقال بأنه لا يمكن أن يعطي أفضلية على اعتبار أن ذلك لم يكن خطأ. هذا لحد الآن التفسير الذي ولكن هو لم وصلني إلى هنا، وأنا شخصيا لم يستعمل صافرته. جمال لم يستعمل صافرته ليشير بيده إلى أن الكرة يجب أن تكون ضربة مرمى. يبدو مساعد.
لا، في الأول ترك اللقطة تستمر، ثم توقف وصفر وطلب أن تعاد الكرة إلى نقطة ال5 أمتار ونصف، وأشار بيده إلى أن الكرة كانت تسير، أي أن عليه تثبيت الكرة وإعادتها مرة أخرى إلى الميدان. وضحت صورة جمال كابتن طارق، سنشاهد اللقطة معا مرة أخرى. كانت ركنية، هل الكرة غادرت الميدان أم لا؟ الحكم كان لم يشير بيده. أنا أركز على الحكم، إشارات الحكم، لأن المفروض المساعد ينظر للمساعد ساعة، هو ما نظرش ويتكلم معه. المفروض هنا الآن استمر وزال ينظر إلى الكرة ولا زال يواكبها، يقول انطلق، ثم بعد ذلك توقف، قام بالحركة بيده انطلق، بعد ذلك سمع وتأخر في الإعلان عن الخطأ. المساعد أعطى تعليمات أن الكرة خرجت ولازم يرجع إلى 6 أمتار. نعم، لأن الكرة المفروض هو في الكرة هذه يعمل نظرة للمساعد، إذا ما رفعش يكمل المرتدة. هو ما نظرش المساعد، هو أشار بيده، قال استمروا ثم سمع أنا كذلك أسمع توجيهات مخرجنا ومعدنا محمد البالي حتى أذهب إلى فاصل، اعتبار أن هناك مباراة قادمة، ويسكا أتلتيكو مدريد. ابقوا معنا. لا أهداف في سانتياغو برنابيو بين ريال مدريد وإشبيلية. الشوط لم يرقى للمستوى الذي كان ينتظره جماهير الريال. كابتن طارق، اليوم نتحدث عن ريال مدريد الذي أصبح بعيد عن المستوى الذي كان عليه حتى مع جوسي مورينيو. مورينيو ينتظر. شو يعمل هنا مورينيو؟ ما يدربش مورينيو يا أخي، يمشي مدريد. هو مش كان يدرب؟ إيه ليه خرج من التدريب؟ شوط أول لا أهداف بدون أفكار. الريال والله غريب، مباراة يعني بصراحة دون المستوى. كنا ننتظروا من الفريقين، كنا ننتظروا أقوى، لأن فرق على الترتيب، فرق كبيرة، كل فريق عنده لاعبين مميزين، لكن كل فريق خلق فرصة عن طريق اللاعب جونيور وفرصة عن طريق اللاعب اسكوديرو. واضح عانى الريال ما عادش، ماهوش الريال هذا، ماهوش فريق الريال بصراحه، يلعب على ارضه ام جمهوره لاقي صعوبات كبيره. شوفوا لهنا قلت انا بانيجا ليس بلاعب ارتكاز، خسر الكره وكان يتسبب في هدف. لهنا طبيعه انا نقول ما نلومش على اللاعب هذايا، نقص الخبره، لكن عمل كبير قام به اللاعب هذايا. شوفوا كيف اخترق الدفاع، تمريره ممتازه من لاعب بنزيما، لعبها على حارس المرمى، كان يمكن يلعبها في القائم الثاني والارضيه تساعده لان ارضيه الامطار. ونشوف الهجمه المرتده كما ينطلق ايضا بنقدر نشوفوا ثبت الدفاع، تحرك سيلفا واسكودير. لهنا كان في القائم الثاني، كان في القائم، شوفوا القائم الثاني صعبه في القائم الاول لانه مغطي كورتوا، في القائم الثاني كان ممكن يسجل منها هدف او يراوغ او يراوغ. مراوغه ماهيش بتاع اسكوديرو لانه مدافع، كان لو راوغ بطبيعه يكون هدف ممتاز، يعني ثبت الحارس والمدافع بالرجل اليمنى يسجل منها هدف. لكن صعب على اسكوديرو لانه ما نطلبش اسكوديرو حاجه ماهيش نتاعو، هذايا نتاع لاعب كبير. اسكوديرو مدافع ايسر. الريال ماهوش موجود بصراحه، الريال يعني ما اقنعناش، ماهوش موجود. الغريب هو ليس موجود شوط اول كابتن يوسف. لا نتكلم دقيقه بربي 68 قبل قال لوكاس فاسكيز يا اخي غريب. لو فاسكيز لاعب رواق، اذا تدخل وسط الميدان تسمع كان مهاجم معناتها ما عادش عندك دور، اكثر الوقت يلعب كراس حربه. وبنزيما لو تحب تلعب ارجع العب كلاعب وسط ميدان رابع، لان هناك تفوق عددي لفريق اشبيليه طوال 45 دقيقه. طب جمهور حاضر 68232، ولكن كرة القدم والأسلوب والأداء غير حاضر. صحيح، ليس اليوم لكن منذ مدة فريق ريال مدريد مع سولاري. أنا حمل مسؤولية أكثر لسولاري خالد. لماذا؟ شوف، أنت مدرب صغير، لا زلت أول مشوارك الآن. ولكن هل هو يعتبر نفسه صغير؟ هذا السؤال. هو لازم شوف أي مدرب يحلم يدرب ريال مدريد، أي مدرب هذه عنده فرصة الآن. ربما هو لا زال في الأحلام. الواقع صعب عليه. هو يفكر انه لا زال يدرب الفريق كاستيا الرديف. انت تدرب فريق ريال مدريد الفريق الاول، انت اول مره تلعب او تدرب، اول شيء يجب تعمل انك تكسب اللاعبين. انت دخلت مشاحنات مع ايسكو، دخلت مشاحنات الان مع مارسيلو، انت محتاج لهؤلاء اللاعبين. اول شيء ثبت نفسك، ثبت الفريق، اللاعبين الاساسيين، اللاعبين ذوي الخبره والتجربه، خليهم يتحملوا مسؤوليتهم اكثر، لان في اي حاله النتائج سلبيه من يتحمل المسؤوليه؟ المدرب لا، لكن المدرب عندما يلعب باللاعبين الاساسيين، عندما يلعب مارسيلو بايسكو يحمل المسؤوليه اكثر، لان الجمهور راح يحمل المسؤوليه اكثر للاعبين. نعم. لم لا يقوم الان هو يتحمل المسؤوليه على اختياراته،
وحتى على تشكيل ريال مدريد. ليس ريال مدريد ما شاهدناش ريال مدريد متعود يخلق 4 5 6 فرص في الشوط الاول. اليوم ولا فرصه وحيده عن طريق لاعب اللي هو فينيسيوس وتسديد بنزيما الافضل لغايه الان. نعم. تمريره لاعب بنزيما ما شاهدناش. الخط الثلاثي الوسط الملعب هي كانت قوه فريق ريال مدريد. مودريتش مع اللاعب سيبايوس ولا واحد جالس. لا كازيميرو عنده اكثر ادوار دفاعيه. نعم. يبقى دائما امام المدافعين، لكن ولا واحد يكمل مع اللاعب بنزيما واللاعب لوكاس فاسيس واللاعب فينيسيوس. لوكاس فاسكيز كما التقى ما شاهدناش كثير، لان اكثر شيء كارفاخال يعني يهاجم يساند في الجهه اليمنى، لكن المفروض لوكاس فاسكيز يكون ذكي حتى في سماركوزو ويدخل يصبح كراس حرب ثالث مع بنزيما ومع فينيسيوس. المفروض يخرج وراهم بعض الشيء، لان هناك دائما كثافه وسط الملعب، لان في الفريق اشبيليا يعني مركز بشكل جيد، منتشر بشكل جيد. شوف هنا خرج يعني الخروج في المرتده، شو عمل كسيلفا كذلك سحب فاران بن يده، لكن هنا كان ممكن يسجل هدف. لو سجل هدف كانت تكون مساعد اكثر لفريق ريال مدريد. لان ريال مدريد صراحه احنا طلبنا باول شيء انه يحسن من مستواه، لكن للاسف مستوى لا زال هو ريال مدريد، لان ليس هو نفس المستوى اللي كنا نشاهده من قبل. ريال مدريد عاجز في هذا الشوط الاول، لم تكون له افكار واضحه في هذه الجوله الاولى. سنرى ماذا سيفعل في الشوط الثاني. على الاتحاد لديه بعض الاسلحه، اذا ما رضي بدخول اسكو قد يعطي الزخم الهجومي الذي يحتاجه ريال مدريد. 7 تسديدات 4 منها على المرمى مقابل تسديده واحده على المرمى، وامتلاك الكره 65 للريال 35 عكس مباراه فريق ريال بيتيس. الفريق الاخر في اشبيليه كانت نسبه الاحتكار او